لاعب الهلال البرازيلي رينالدو يفسخ عقده مع الهلال. فسخ العقد من الناحية القانونية له جانبين. من جانب نادي الهلال، القائمة النهائية اللي تتسلم للاتحاد السعودي فيها 25 اسم لاعب يمثل نادي الهلال في دوري الروشن، تتسلم في يوم 21 سبتمبر. واللاعب فسخ عقده من تقريبا يوم الاحد، او تقريبا نحسبه على يوم الاثنين لانه كان في فجر يوم الاحد، فقبل تسليم الاسماء باسبوع كامل. فهذا هذا الشيء تحديدا يعزز موقف الهلال قانونيا، او حتى اذا بيتفاوض مع اللاعب بشكل ودي. لكن من ناحيه اللاعب البرازيلي، هو يشوف من وجهه نظره انه ما في اي نيه للهلال يسجل اسمه في قائمه كشوفات نادي الهلال المشاركه في دوري روشن. حسب كلام اللاعب وموكل اللاعب انه ارسل ايميلات وارسل خطابات لنادي الهلال، وما صار في اي تجاوب مع اللاعب. حد الان القضيه لسه ما وصلت الفيفا، ويمكن تنحل بشكل ودي، لكن اللاعب فسخ عقده بشكل رسمي. ما راح نشوفها مره ثانيه مع نادي الهلال. وش راح تنتهي عليه القضيه انا والله ما عندي اي خبره قانونيه. المشكله هذه اللي بين لودي والهلال بتفتح ابواب جهنم على كل انديه الدوري، لان اغلب انديه الدوري عندها لاعبين برا قائمه اللي بتشارك في الدوري السعودي تحديدا، وبيكون في كثير لاعبين بيستغلون هذه الثغره وبيرفعون شكاوى للفيفا، وبتصير مشاكل عند انديه كثيره واسماء كثيره في الانديه السعوديه، من ضمنها ميتاي ليوناردو نفسه مع الهلال. ما هو كل اللاعبين عندهم نفس الوفاء والروح اللي كانت موجوده عند فيرمينو الموسم اللي راح مع الاهلي. كان بس يشارك في النخبه الاسيويه ولا يلعب مع الاهلي في الدوري، وكان الكابتن والقائد وقدر يرفع الكاس في النهايه. عشان كذا لازم يتدخل الجهات المعنيه، سواء كان الاتحاد السعودي او الرابطه، يسدون هذه الثغره، لانه بيكون في هدر مالي كبير. رايي في القضيه بشكل عام بعيدا عن المجال القانوني من وجهه نظر اللاعب او من وجهه نظر الهلال، انا بالنسبه لي اشوف الهلال يتحمل نسبه كبيره اللي صار منه الى. كان بامكان اداره بن نافل السابقه واداره نواف مساعد الحاليه تنسق اللاعب، خصوصا بعد المستويات الكبيره اللي قدمها في كاس العالم للانديه والمستوى الجبار اللي قدمه في مباراه السيتي. كان بامكانهم بسهوله ينسقون اللاعب. والحين الهلال مهدد لو بنسبه بسيطه يتوقف من التسجيل الفتره الشتويه، او تكون عليه غرامات ماليه.